بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة المدرسة الذكية سمارت سكول. معكم الضوي يونسي أستاذ فيزيك بالكاف. On passe à la deuxième leçon du chapitre 8 courant alternatif, le transformateur. Premièrement, définition. Deuxièmement, description et symbole du transformateur. Troisièmement, quelques remarques. Et quatrièmement, caractéristiques du transformateur. Et cinquièmement, application. Premièrement, définition. Le transformateur est un quadripôle constitué de deux circuits électriques, le primaire et le secondaire, électriquement isolés l'un de l'autre. يعني transformateur هو c'est un quadripôle. quadripôle يعني فيه 4 بول، فيه 4 أقطاب، يتكون من دو سيركوي إلكتريك، جزء منه يتسمى بريمير والجزء الثاني يتسمى سكوندير. الجزء الأول اللي هو بريمير ويلا الجزء الثاني اللي هو سكوندير سيتان فيل اونرولي، يعني خيط مدور كيما البوبينة بوبيناج وما يربط بينهم حتى شيء. هذاك علاش نقولوا إلكتريكمون إيزولي، يعني البريمير والسكوندير ما يربط بينهم حتى شيء. Deuxièmement, description et symbole du transformateur. Un transformateur est constitué de deux enroulements distincts، يعني كل واحد وحده، électriquement isolés، يعني ما يربط بينهم شيء. Le premier de ces enroulements est appelé l'enroulement primaire et alimenté par une tension alternative sinusoïdale et comporte N1 spire. يعني l'enroulement primaire فيه N1 spire، يعني فيه N1 لفة. Le second de ces enroulements يتسمى l'enroulement secondaire comporte N2 spire، يعني فيه N2 عدد N2 لفة متاع خيط نحاس. كما نشوفوا هنا في الصورة اللي قدامنا الأولى، البريمير فيه N1 سبير والسكوندير اللي بالأزرق فيه N2 سبير. كما نلاحظوا ما يربط بينهم حتى شيء. السمبول بتاع ترانسفورماتور اللي هو هذا السمبول، سمبول نورماليزي، والآخر يتسمى السمبول نون نورماليزي، يعني في ليزيكزارسيس ممكن تلقى السمبول هذا ولا السمبول الآخر نفس الشيء. Deuxièmement, remarque, un transformateur ne fonctionne pas en courant continu. يعني في الترانسفورماتور ما لازمش نستخدمه courant continu. Deuxième remarque, un transformateur est toujours construit pour fonctionner dans les meilleures conditions à une fréquence bien déterminée. يعني الترانسفورماتور نعطوه فريكونس معينة باش يخدم dans les meilleures conditions. Troisième remarque, le transformateur est un dispositif réversible. Le primaire et le secondaire sont interchangeables si le transformateur est élévateur de tension dans un sens, il est abaisseur dans l'autre sens. يعني الجزء اللي قلنا عليه بريمير ينجم تخليه هو في السكوندير، واللي قلنا عليه سكوندير تنجم تخليه هو البريمير. يعني كي تربط الجزء الأول، الجزء اللي تربطه بالجينيراتور هذاك يتسمى البريمير، والجزء الثاني اللي باش يعطينا التونسيون اللي حاجتنا بها يتسمى السكوندير. ونرجم نقلب كيما نحب، لكن ديما الجزء المربوط بالجينيراتور يتسمى البريمير. وترانسفورماتور إذا هو إليفاتور في الوضعية هذه كي نقلبوه يولي أبيسور. إليفاتور يعني يرفع التونسيون، وأبيسور يعني يخفض التونسيون. Caractéristiques du transformateur. Les intensités efficaces au primaire الجزء الأول يعني et au secondaire اللي هو الجزء الثاني في الترانسفورماتور chargés par un conducteur ohmique sont en rapport inverse de celui des tensions au primaire et au secondaire. بمعنى أنه ال U2 هي التنسيون في السكوندير، وال U1 هي التنسيون à l'entrée ولا في البريمير، وال E1 هي l'intensité في البريمير، وال E2 هي l'intensité في السكوندير. نلاحظوا أنه كي نقسموا التنسيون U2 على U1 تساوي E1 على E2 بالعكس. يعني كل ما تزيد التنسيون في الأول الكورون في الأول يضعف، وفي السورتي كل ما تزيد التنسيون الكورون يضعف بعكس بعضه. يعني U2 اللي هي التنسيون دو سورتي على التنسيون دونتري
يساوي I1 اللي هي l'intensité d'entrée على I2 اللي هي l'intensité de sortie. وعندنا قاعدة أخرى مهمة اللي هي I2 على U1 تساوي N2 على N1 يساوي N. ال U2 زي ما قلنا هي التنسيون دو سورتي، ال U1 هي التنسيون دونتري أو في البريمير. كي نقولوا U2 يعني التنسيون دو سورتي يعني التنسيون في السكوندير اللي قلنا عليه في الترانسفورماتور، وال U1 هي التنسيون دونتري ولا التنسيون في البريمير الجزء الأول تاع الترانسفورماتور. يساوي N2. N2 هو النمبر دو سبير في الجزء الثاني أو السكوندير، وال N1 هي النمبر دو سبير في الجزء الأول ولا البريمير اللي هو عدد اللفات. والآن هذا يتسمى لو رابور دي ترانسفورماسيون اللي هو نمبر دو سبير في السكوندير على نمبر دو سبير في البريمير. كما قلنا هنا N2 هو لو نمبر دو سبير أو سكوندير، N1 هو لو نمبر دو سبير أو بريمير، et N est le rapport du transformation. Un transformateur élévateur de tension يعني يرفع في التنسيون. Si U2 أكبر من U1 يعني يعطيني تنسيون في السورتي ولا في السكوندير أكبر من التنسيون في اللونتري، ولا نقولوا N2 أكبر من N1 يعني عدد اللفات في الثاني أكبر من عدد اللفات في الأول، ولا نقولوا الرابور دي ترانسفورماسيون أكبر من واحد. هذا كلهم صحاح، سيفي تحقق واحدة منهم معناها سي ان إليفاتور دو تنسيون يرفع للتنسيون. ان ترانسفورماتور أبيسور دو تنسيون في العكس، تكون ال U1 يعني التنسيون في البريمير أكبر من السكوندير، ويلا عدد اللفات في البريمير يكونوا أكبر من عدد اللفات في السكوندير، ويلا الرابور دو ترانسفورماسيون أقل من واحد. Cinquièmement, application. Ça, c'est un exercice d'un devoir de contrôle numéro 2. Premièrement, la tension U1 est alternative sinusoïdale et dont la valeur maximale est U1 max تساوي 300 volts. Déterminer la valeur efficace U1 de cette tension. أعطانا ال U1 max اللي هي تتسمى l'amplitude اللي هي 300 فولت، مش يطلب منا باش تطلع ال U1 efficace اللي هي tension efficace. U1 efficace تساوي U1 max على racine de 2 تساوي 300 على racine de 2 تساوي 212,16 volts. Deuxièmement, on dispose d'un transformateur dont le rapport de transformation est N. On branche un oscilloscope au bord du secondaire pour visualiser la tension de sortie U2. On obtient le graphe de la figure 1 اللي هي الفوق قدامنا. Petit a déterminé à partir du graphe la valeur maximale U2 max de la tension de sortie U2. ال U2 max كما نلاحظوا في الجراف هو 3 كارو، وكل كارو حسب ليشيل اللي عطاهولنا 5 فولت، وبالتالي 3 فوا 5 يساوي 15 فولت. La période T de cette tension. La période T كما نلاحظوا هنا كل كارو هو 5 ملي سكوند، وهنا البريود لو نحسبه من البداية حتى لما توفي البريود وتبدأ تتعاود، يعني من الزيرو نطلع ونرجع للصفر ونزيد نهبط ونرجع للصفر، هذيك كل بريود قداش فيها 4 كارو، كل كارو 5 ملي سكوند يعني 4 فوا 5 تساوي 20 ملي سكوند. لا فريكونس ان دو سيت تنسيون هي ان تساوي 1 على تي تساوي 1 على 20 في 10 قوة ناقص 3 اللي هي تساوي 50 هرتز. Petit b, quel est le type de ce transformateur justifié? الترانسفورماتور هذا اش معناه type يعني élévateur ولا abaisseur. C'est un transformateur abaisseur de tension. علاش؟ خاطر التنسيون de sortie est inférieure à la tension d'entrée. tension de sortie اللي قلنا لقيناها 15 فولت، والتنسيون d'entrée اللي هي 300 فولت. Petit c, calculer le rapport de transformation N de ce transformateur. اللي هو الرابور دو ترانسفورماسيون U2 اللي هي 15 فولت على U1 ماكس اللي هي 300 فولت. دايما نخدمو بالماكس على ماكس وإلى افيكاس على افيكاس، يعني U2 ماكس على U1 ماكس وإلى U2 افيكاس على U1 افيكاس تساوي 300 على 15 اللي هي تجينا 0.05. Petit d, sachant que le premier comporte N1 spire تساوي 1000
calculer le nombre N2 spire du secondaire. عندنا N2 على N1 تساوي E2 على U1. ال U2 وال U1 يا إما الاثنين ماكس وإلا الاثنين افيكاس، فبالتالي N2 تساوي N1 فوا N اللي هو الرابور دو ترانسفورماسيون وإلا U2 على U1 تساوي 1000 ضرب 15 على 300 اللي هي تجينا 50 سبير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.